بسم الله الرحمن الرحيم. أهالي دائرة بولاق أبو العلا الزمالك قصر النيل الأزبكية، يشرفني إن أنا أقدم لكم نفسي كمرشح لبرلمان سنة 2015. مرشحكم لبرلمان 2015 دكتورة سلوى علاء، رقم 16، رمز القطار. وأقدم لكم السيرة الذاتية عني. أنا دكتورة سلوى علاء، مؤهلاتي بكالوريوس علاج طبيعي، ثم دبلومة في العلوم السياسية، ماجستير تنمية بشرية، دكتوراه في العلوم الإنسانية. وظيفتي هي أخصائي علاج طبيعي في مستشفى بولاق أبو العلا العام، وأيضا مدرب تنمية بشرية دولي. العمل العام، عضو في مبادرة معا نغير مجتمعنا عن حي بولاق أبو العلا، ومسؤول ملف تطوير مستشفى بولاق أبو العلا في هذه المبادرة. أمين لجنة الصحة والبيئة عن محافظة القاهرة في نموذج مجلس المحليات التابع لوزارة الشباب والرياضة. أيضا يشرفني أنني من أعضاء جمعية كلنا عيلة للتطوير والتنمية، وأيضا مدير مؤسسة تعمل بمجال التدريب، هي مؤسسة لوتس للتنمية الإنسانية. رسالتي هي السعي في بناء دولة مدنية حديثة لا تفرق ولا تميز بين أحد من مواطنيها لأي سبب من الأسباب، لا اللون أو الدين أو الجنس. أحلم ببناء دولة تحترم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمساواة في حقوق الإنسان، لا نقبل بالفساد أيا كان شكله أو مجاله. وأيضا المساعدة ببناء دولة تبيح الحق في التنظيم من خلال نقابات وأحزاب وجمعيات أهلية وتعاونيات بدون قيد أو شرط، وحق التعبير من خلال المراقبة على استكمال مرحلة العدالة الانتقالية. تنوير الدولة من خلال تشجيع الثقافة والاختلاف والتنوع وإطلاق حرية التعبير الثقافي والعلمي ومواجهة الجمود الفكري، وذلك من خلال الرؤية تطبيق المادة 124 في إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، والحق في التعليم والصحة والشارع النظيف الآمن. أيضا تكوين النقابات المستقلة لحفظ الحقوق والتنظيم للعمالة الغير مدرجة في قطاع حكومي، ودعم التعاونيات للإنتاج، وتشجيع الشباب لخفض البطالة والمرأة المعيلة. إحياء لكل ما مرت به مصر من أحداث جبر الضرر وإحياء الذكر. فتح مراكز وقصور الثقافة وتنميتها واحترام الاختلاف الجغرافي، وإحياء الموروثات الثقافية، ودعم الإبداعات الفنية والتشجيع والتحفيز لمختلف الفنون. البرنامج الانتخابي يعتمد على الحق في شارع نظيف وآمن بقانون محليات يدينا حق مراقبة أداء الحي والمحافظة، الحق في الصحة بقوانين منظومة تأمين صحي تضمن لنا ولأسرنا الرعاية الصحية وترعى المريض وتوفر احتياجات الأطباء. الحق في التعليم من حق أولادنا جميعا وأولاد مدارسنا من خلال فصول آدمية، مناهج متطورة، ومدرس كفء، وزيادة نسبتها في الموازنة. أيضا خفض البطالة، ويجب دعم المرأة المعيلة من خلال مشاريع التكامل والقوانين الاقتصادية الخاصة بالفئات المهمشة.
تنظيم العمالة غير المدرجة في القطاع الحكومي بتشجيع وتكوين النقابات المهنية لضمان حقوق العمال. إحياء الموروثات ودعم تطوير المساكن والأحياء المهملة بالمشاركة المجتمعية لساكنيها ورجال الأعمال، مثل مثلث ماسبيرو، عشش الرملة، متحف المركبات وغيرها من فيلات وقصور ذات طابع خاص. وكما قلت تطبيق المادة 124 في إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز. أبناء دائرة الكرام، أعزائي شباب وسيدات ورجال وشيوخ، أرجو أن لا تنسوا مرشحكم لبرلمان 2015 دكتورة سلوى علاء، رقم 16، رمز القطار. وشكرا.